المغرب يتسبب في مهزلة بين نجوم بلجيكا. فيرتونخن هاجم دي بروين، وكورتوا تصرف بوقاحة. لو كنا نعلم أن فوز أبطال المنتخب المغربي على بلجيكا سوف يتسبب في كل تلك الفضائح التي ظهرت بعد المباراة، والتي لم تصدقوا أنها حدثت بين لاعبين في الدوري الإنجليزي والإسباني وأعتى البطولات الأوروبية، والكل كان يرشحهم لحصد لقب كأس العالم قبل البطولة، لقلنا لهم من فضلكم توقفوا يا أسود واتركوا النجوم البلجيكية تربح وغادروا كأس العالم مبكرا، حتى لا نرى كيفن دي بروين يهين زملائه بتلك الطريقة أو تيبو كورتوا يفعل ما فعله عقب اللقاء. من فضلكم لا تحطموا قلب إيدن هازارد وتفسدوا علاقته بشقيقه. ولكن زياش وصابري وبقية الأسود لا تعرف الرحمة حين تقع بين أيديهم فريسة شهية ولذيذة. شجار بين فيرتونخن ودي بروين. الصدمة التي سببها السقوط ضد المنتخب المغربي أحدثت صدعا لا يمكن سده أبدا بين المجموعة الحالية من لاعبي بلجيكا، فقد تذكر مدافع توتنهام السابق يان فيرتونخن لزميله كيفن دي بروين تصريحه قبل المونديال، والتي استبعد فيه منتخب بلده من المنافسة على اللقب بسبب تقدم اللاعبين في العمر، ووصل به الأمر لوصف رفاقه بالعجائز. ويبدو أن نجم مانشستر سيتي كان يقصد في كلامه بالتحديد خط الدفاع في وجود فيرتونخن وألدرفيرد وأكسل فيتسيل، وهو ما لم يقبله لاعب أندرليخت، وخرج بعد المباراة ليرد على دي بروين ويقول له نصا: لعبنا بشكل سيء في الهجوم كذلك، هل لأننا كبار في السن أيضا؟ وهو ما لم يقبله كيفن دي بروين الذي عاتب مواطنه داخل غرف الملابس أمام بقية اللاعبين المنقسمين بين لوم المدافعين والمهاجمين. تيبو كورتوا خرج عن شعوره. وصل المغاربة إلى شباك أفضل حارس مرمى في العالم في 3 مناسبات خلال المباراة، ولكنهم لم يتفوقوا عليه فحسب، بل أظهروه بصورة بائسة بعد تسجيل هدفين في شباكه من ركلتين حرتين وبالطريقة نفسها، وهو ما تسبب في غضبه العارم عقب اللقاء وانفعاله الذي التقطته الكاميرات أثناء خروجه من أرضية الميدان وضربه لمقاعد البدلاء بطريقة تدل على أن المغاربة أفقدوه صوابه تماما. وبالتأكيد نحن نتخيل ما حدث بعد ذلك داخل الغرف المغلقة. في النهاية ما نحن متأكدون منه أن أسود الأطلس كانوا هم من أطلقوا رصاصة الرحمة على جيل أطلقوا عليه الجيل الذهبي في كرة القدم البلجيكية، ومباراة ملعب الثمامة سوف تكتب عبر التاريخ كنهاية حقبة للمنتخب البلجيكي.